تعالى اقول لكم عملت ايه في شعري لما كلموني في برنامج السفيرة عزيزة على قناة دي ام سي وقالوا لي احنا عايزينك بكرة في حلقة على الهوا علشان تيجي تنورينا تقولي لنا على ماسكات للبشرة او لمنطقة العين او يعني عامة الماسكات اللي انا قدمتها في الحلقة. لو كنت شفتها لما كنت شفتها هسيب لكم اللينك بتاع الحلقة تحت. المهم لما كلموني ما كنتش عامله حسابي في اي حاجه غير ان انا غاسله وشي فقط، ده اذا كنت غاسلاه اصلا. شعري بعالجه بقالي فتره، مش عايزه اصبغه ومش عايزه احط عليه مكوه عشان عايزه اظبطه الاول وبعد كده اصبغه لون غامق كده كله اوحد لونه واظبط اطرافه واظبط الدنيا. فقلت بقى لا مستحيل هحط على شعري مكوه وكمان عايز يتصبغ وقصص يعني. المهم قررت بقى ان انا البس باروكه. إيه، كان عندي باروكه فايبركس كنت جايباها كده من جروب بقالها فتره من جروب شيري. اول حاجه عملتها لبست فردة الشراب المقلوب بتاع الحراميه ده، بيفكرني بفيلم غبي منه فيه لما بلبسه كده وبيجي على وشي، بس المره دي ما جبتوش على وشي علشان عامله ميك اب خايفه على الميك اب. الميك اب ده لو عجبكم هبقى انزل لكم الفيديو بتاعه، اللي الميك اب اللي انا كنت عاملاه في الحلقه وبالعدسات وكل حاجه وكل الخامات اللي انا استخدمتها، اللي هو الميك اب اللي ما فيهوش ميك اب قوي ده، عشان ببقى عامله زي عروسه المولد لما بحط ميك اب كتير. طلعت جزء من القصه زي ما انتم شايفين علشان ادخلها في الباروكه، ولميت شعري بالشراب المقلوب المقطوع. ده كان شكل الباروكة اهي، اللون قريب شوية من لون شعري وكمان الروتس بتاعتها او الجذور بتاعتها سودة برضو زي شعري، فيعني فيها شبه كبير مني. الباروكة دي برضو بقالها فترة ما صبغتش. عايزة اقول لكم ان الجذور لما بتبقى غامقة بتبقى افضل في البواريك جدا، علشان اللون الفاتح لما بيكون كله على الشعر او على الوش بيبان قوي ان هو فيك، خصوصا لو مش نفس لون شعرك. فلما تيجي تشتري باروكة هاتيها قريبة قوي من لون شعرك، ولو جذورك طالعة هاتيها برضو جذورها كده غامقة شوية. عدلتها، هي الباروكة فيها كليبسين من قدام كده، كليبستين بيتركبوا من قدام، ومن ورا فيها استك برضو بيتشبط في بعضه كده عامل زي الحمالة بتاعة الباديهات كده. المهم لبستها. طلعت بصوا اهو شبه شعري قوي، بصوا لون شعري اللي تحت شبه شعري قوي. الاختلاف الوحيد ان شعري مش معمول، ولو جه عليه مكوى هيبقى برضو يدي نفس اللون بتاع الباروكة. الباروكة دي شعرها امور جدا ومش باين خالص ان هو شعر صناعي، ولونها قريب قوي من لون شعري، وكان طولها برضو مناسب لشكل وشي اعتقد يعني. لبست الكليبسات كويس كده من قدام، ومن ورا كده شدتها غطت الشعر وخلاص هي كده بتثبت. الصراحه سهله قوي في تثبيتها، انا ما كنتش عارفه ان البواريك سهله كده يا جماعه، ده انا بعد كده هحلق قرعه اصلا من كتر ما انا يعني ايه زهقت من شعري. هبتدي بقى الم القصه دي، انا كنت مطلعه القصه علشان ارجعها لورا. انا بحب اعمل الحركه دي عامه في شعري العادي يعني من غير بواريك. فخدت كده القصه مع شويه شعر من الباروكه ورجعتهم لورا كده، وهحط لهم كليبس علشان لما يعني يبان شعري من قدام ما بيبانش ان انا لابسه باروكه او يعني ان ده مش شعري يعني. فحاولت اظبط فيها كده على قد ما اقدر، ولميت وعملت الحركه اللي انا معروفه بيها تقريبا، نفس الحركه اللي بعملها في شعري دي من سنين، هي اللي انا بحبها وبعملها دايما. ودخلت الديل ده بتاع شعري الاساسي في قلب الباروكه فما بانش اي حاجه الحمد لله. ولو باينه يا جماعه ما تقولوش بعد اذنكم انها باينه ان هي بروك، عشان خلاص انا فرحانه بيها الصراحه ويعني قررت ان انا اجرب التجربه دي تاني واجيب لون تاني وطول مختلف ولون كمان مختلف عن ده. ما تنسوش بقى تعملوا لايك من ابو قلب في وشي ده عشان بيليق على الفستان، وبيقولوا لي ايه رايكم علشان انا مش بتاعه فاشن خالص يا جماعه وترندات فاشن، انا دايما بمشي كاجوال. الفستان ده كنت جايباه اونلاين من جروب هبقى اسيبه لكم. وده كان منظري في النهايه. كان اهم حاجة عندي ان انا بس شكل وشي يبقى لطيف كميك اب وكشعر. ودلوقتي خلاص جه الميعاد والمفروض ان انا اطلع على الهوا. وده كان شكلي في العربية. ولبست بقى الاكسسوارات، لبست الساعة دي والاسورتين دول او التلاتة على سيلفر واحدة فاضية عشان الساعة كانت ميكس. وما لبستش حلق ولا عقد علشان حسيت ان الباروكه هتداري عليه. ولبست كمان الشنطه دي كنت جايباها ب100 جنيه من مارلي، بتبيع شنط براندات حلوه قوي واسعارها لطيفه. وبس ده كان الفيديو، لو حابين تسالوا على اي حاجه هسيب لكم تفاصيل كل حاجه تحت الفيديو. بحبكم جدا، متنسوش تعملوا لايك وكومنت على الفيديو، لو عجبكم اعملوا شير.